الزمالك كسب وانت بقيت تالت وانت بقيت متصدر وكابتن معتمد جمال وماتش تاريخي وقطايف ولطايف وجبت لك واحد اهلاوي اهو خصمك المباشر في الدوري خصمك اهو. لما قعدوا تالت هو ممكن يبقى هو اول من هنا مش عارف على حسب يعني مش عارف مش عايز اهانه لان الدوري لسه فيه مش كده المشكله اللي انت عارف ان هي دوروا مع الاهلي بالذات الموضوع خلصان. طب نتكلم في الحلقه معلش نتكلم في الحلقه. اخونا اشرف قطري الراجل الاهلاوي جايبينه النهارده معانا بعد ما اتفرجنا غصب على ماتش الزمالك وبيراميدز عشان يشوف هزيمه البيراميدز ويشوف تصدر الزمالك وكده كده هو هياخد الدوري في الاخر يعني بس مساله وقت يعني سامحني ده الحقيقه. انا كده نبدا بس ما جاتش كده اهلا بيكم برنامج خدوا هات لايك شير سبسكرايب يلا بينا نبدا الحلقه. اول سؤال ليكم انتوا الاثنين وهنخلي الضيف يبدا عشان اكرام الضيف ايه ده اكرم الضيف ان هو انا اسف والله ما كانت غلط. انت شايف النهارده مالك الزمالك كسب ازاي يا اشرف؟ بصراحه الزمالك بكل الظروف الوحشه اللي هو بيواجهها هو الزمالك بصراحه. والزمالك لا الزمالك بصراحه يستاهل. وكمان بيراميدز النهارده وحش جدا وبيراميدز ما كانش مش كويس مع ان يعني عنده ظروف وعنده كل حاجه تخدمه. نفس فكره برضو هانز فليك السنه اللي فاتت هي نفس الموقف بالظبط. انا اسالك سؤال، شفت جمله واحده بيراميدز كان بيحاول بيعملها في الماتش ده يبين لك ايه ان بيراميدز اصلا نازل هو مش محضر حاجه للماتش. هو انا نازل اكسب الزمالك. ليه؟ عشان الزمالك وحش. فالطفره بقى اللي حصلت عكس كده ان الزمالك لا انا كسبك وكنت احسن منك. دفاعيا كنت احسن منك، هجوميا انا عامل فرص اكتر منك. تمام، فرص خطيره يعني فرص جول. وبمين يعني انت بتلعب؟ معلش انا اسف، انت بتلعب بمهاجم اسمه فيستون مايلي ومايلي مرعب. هو متقال ان هو احسن مهاجم جوه قاره افريقيا اصلا. مايلي مرعب المفروض لا هو مرعب يعني غصب عن اي حد هو مرعب. المهم عشان هو عايز يتكلم تمام. بس هجي لك الحته دي والله قبل بس اي حاجه انت يعني هو بيلعب بمايلي وانت بتلعب بناصر منسي. الاسطوره كان ان هو ناصر منسي كويس. الاسطوره ايا كان ناصر منسي كويس بس فيستون مايلي هو فرق عنه كواليتي بصراحه. مش قصدي حاجه والله. هنسمع رايك دلوقتي. الكلام ده شوفه في الملعب يا عم ارد. انا في الملعب ما شفتش مايلي قبل بس شايف الاربجه وشايف اجيبه في الحلقه يا باشا. لا هاته في اخر الدوري. ايوه هاته في اخر الدوري يعني الدوري هو المركز الاخير. لا هاته في نهايه الدوري خلص والاهلي كده بيرفع الدرع. الدوري هيتلغي يا باشا كمان يعني ده اللي ناقص. معلومه الحاج فرج عامل مكتب لي هو ماتش. رايك ايه يا ابني؟ قول. اقول لك الصراحه الزمالك النهارده نازل هو مش مذاكر بيراميدز. هو انا نازل النهارده. شوف يا بيراميدز انت جايه معاك بايه الفكره اللي انت بتحاول تطبقها. لو ده كار طبقها. هو انا مش عربجه. هو بجد هو نازل يعمل كده النهارده. الزمالك هو النهارده بيدافع كام؟ 4-4-2. لا ده في الاخر 4-4 لا من اول الماتش. لا الزمالك في الاخر ميديم بلوك لو بلوك يا باشا. ارجع اقفل الميه ونور. بس انت نزلت 4-4-2. هو عمل كده ليه؟ لان هو خطوره بيراميدز كلها في الشيبي. طب يا باشا بقى ولا احمد شريف ولا غير احمد شريف. انا عايز 2 على الجنب الشمال تقفل لي الشمال خالص. لان انت بالنسبه لك جبهه فيها مصطفى فتحي والشيبي صعبه قوي. والكارتي كان احسن واحد في بيراميدز اصلا بيلعب بصراحه. هو يمكن كريم حافظ شويه. اقفل لي يا باشا الجبهه دي. وفعلا قفلها خالص. بس فهو بيراميدز كان اللجوء الوحيد لايه؟ الناحيه الثانيه. وزلاكا بصراحه كان عامل ماتش على محمد ابراهيم. بس صد معاه محمد ابراهيم ما صدش قوي يعني. بالنسبه لاول ماتش دي مع بيراميدز زلاكا كان عالي. من اول ما زلاكا فعلا خرج من بيراميدز الماتش خلاص اتقفل. بس انا اقول لك رايي والله بجد. بيراميدز عنده مشكله نفسيه مع الزمالك في المطوشه. بيراميدز ما بيكسبش الزمالك. هو كعبه عالي يعني والكلام ده. من اول ما بيراميدز طلع كسبوا في الملعب. ايه الزمالك كسبوا في الملعب. يا عم كسبوا في الملعب ما عنديش مشكله. كل الافكار اتطبقت صح ان هو يكسبوا. كلمه برضو بيراميدز لما نزل لا في فرق شاسع بين ماتش بيراميدز قدام الاهلي وماتش بيراميدز قدام الزمالك على مدى الدوريات كلها. بعد كده متفقين اشرف انت فعلا بيراميدز نزل الزمالك كله عارف الموضوع ده. لا كله مقتنع يعني بنفس الطريقه. وبعدين في انا زي ما اشرف قال هم اتعالوا على الكوره قوي النهارده. بيراميدز احنا نازلين الزمالك ما تعالوش. لا هم بدأوا جامد. بدأوا هجمتين 3 في 10 دقايق ماذا بعد. والزمالك كان بيرد عليهم. انت ما عملتش حاجه. انت ماسك كوره يا فرحتي عامل استحواذ
وعامل استحواذ. انت الشوط الثاني هو اسمه ده صد كره، صبحي كل كفر وخلاص. صبحي صد كره. لا ما كانش فيه كور خطره النهارده. هو كانوا يوم ما بيعرفوا يعرضوا. كانش فيه. وبصراحه دفاع الزمالك سواء حسام او محمد اسماعيل عملوا ماتش عالمي. بس اكتر حاجه انا شايف اللي لازم يتعمل عليها سبوت ضغط ناصر منسي. هو اللي جاب الجون، ناصر منسي اللي جاب. اسطوره طبعا. اسطوره دي كبيره. لا هو ناصر منسي ده في ناس بتشكك ان شيكابالا اسطوره في الزمالك. ناصر منسي انا عايز اقول لك على النقطه دي بس بالحب يعني. اسمه يا عم والله مش بالحب يا جدعان، والله اقوى مهاجم جوه مصر. لا ماشي يا عم، اقوى مهاجم. مين اقوى منه جوه مصر يا اسطى؟ ما هو عشان ما فيش حد. يا جدعان لا مش عشان ما فيش حد، هو قوي. فانا بقول لك من وجهه نظري يعني الموضوع نفسيا بحت مع بيراميدز. مش انا قلت الموضوع مش نفسي يا عم. الزمالك يا عم تمام، الزمالك على عيني وعلى راسي. بس ايه اكتر نقطه فرقت النهارده في الماتش؟ يا الله معتمد الجمال، والله العظيم يركن الفرقه كلها على جنب. 100% الكوتش هو بيفرق مع الزمالك. هنيجي لك بقى لحته ثانيه، جزئيه ثانيه. الزمالك هيقدر يكمل على المستوى ده لحد نهايه الدوري، ولا البطل هو كالعاده اللي هيجي من تحت وهي قصه جديده سيناريو جديد بيتكتب وهم اصلا مطبخينها سوا واحنا دوبك كومبارسات ومسرحيه؟ السنه اللي فاتت برضو قال لك بيراميدز هياخد الدوري، ومره واحده الاهلي خد الدوري ولغوا الهبوط وحاجات كتير قوي حصلت. الزمالك هيقدر يكمل للدوري لاخره والسبع ماتشات اللي هم النار الجايين؟ هو فاضل الماتش خلص 21. ما تقلبش وشك، رد بقى خلاص. مش انت طلعت في اول جزء قلت لي هو اللي هيبدا. يا عم ابدا انت. ماشي الكبير الاحترام. بص انا كزملكاوي انا هروح لحته نفسي قبل اي شيء هقولها لك. الزمالك انا مش عايز اتفائل قوي، مش عايز اتعشم، انت فاهم؟ انا بصراحه مش عايز اتعشم. بس الزمالك بالاداء اللي بيأديه بمستوى بدني بكل ماتش بماتشه بكل الكلام اللي الزمالك بيعمله ده في مصابين انا متأيد والناس دي تفرق برضه ياخدوا. طبعا. انت النهارده لعبت من غير الونش، انت حسيت النهارده ان الونش مش بيلعب؟ الصراحه في ايه التأثير اللي حصل النهارده من قلبين الدفاع تحسسه بالونش؟ لا طول ما الونش مش موجود محمد اسماعيل بيلعب مساك ومحمد شحاته واقف في الملعب لوحده قدام عبد الله السعيد ومحمد سيد. ومع احترامي الشديد محمد سيد لعيب كويس بس مش اللي هو لا مش الماتش انا شايفه جاي منه مش دلوقتي. انت رد عليا في الحته دي برضه. كمل اتفضل. حلو. وعبد الله السعيد عامل السن. بص عبد الله السعيد لعيب كبير وعمل النهارده كذا لقطه حلوه بس عامل السن. فانا شايف طول ما الونش مش موجود انت السبع ماتشات الجايين لا محمد اسماعيل محتاج نص الملعب اكتر. كان شحاته مش هيقدر يشيل نص الملعب لوحده. معلش هو مش دونجا. انا مش معاك يا عم. انت مش معايا عنك على عيني وعلى راسي. انت معايا ولا لا؟ عايز يقول لك انه مش معاك برضه. انتوا معايا طيب ولا ايه رايك بصراحه؟ الاثنين السردباكين النهارده يا عم انا هم كويسين. انا عايز عايز اقول لك يا عم سيبه يتكلم. عايز اقول لك على حاجه. هي مش حته اصابات ولا حته. هي الموضوع يا جماعه كله انه انا عندي امكانيه ان انا انافس. طيب المنافسه دي عايزه نفس طويل. النفس طويل مش هيجي معلش بماتش انا عملته كويس او ماتشين او 3 أو 4. اهلاوي قوي. تمام. لا بتكلم بجد. لا بتكلم بجد. تمام. انت المفروض معلش يبقى عندك عناصر متوفره ان انت بتنافس على بطوله نفسها طويل اللي هي زي الدوري. يعني الزمالك مش هيكمل الاول. بص بصراحه انا بحس انه الزمالك مشكلته الاولانيه حته ان انت اللعيبه بتاخد جرعه واللعيبه انا خلاص انا هوصل للتوب وبتاع وهوبا انا في اجابتي ده اللي هجاوب وياخدوا غطس. دي حاجه اولى. الحاجه الثانيه يا جماعه هي مش عافيه. هو يا جماعه الكوره من الاخر الكوره موارد. حلو. معلش انا اسف. السنه اللي فاتت هرجع لكم تاني اكتر فريق لعب كوره وكوره ممتعه وكوره مش عارف ايه. لا سيبك من مصر. انا بكلمك على مثلا في اوروبا وكده كانت برشلونه. حلو. في الاخر يا باشا كذا 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 ماتش لان فعلا احنا ما كانش عندنا حته استمراريه ولا تنافس. وبعدين اللعيبه عندنا خلاص واحد بيقع لعيب بيصاب مفيش غيره. فالزمالك ممكن يحصل معاه كده وده وارد. ما دي البوينت اللي كان فيه. وده من راجل اهلاوي. الزمالك هيكمل ولا لا؟ بص الكاميرا بقول الكلام على مدار التاريخ اللي انا عشته وعلى مدار السنين اللي انا عشتها في الدوري المصري وكده الزمالك مش هيكمل. وانت ماشي. الزمالك هيكمل بشرط واحد بس. قول ان اللعيبه ما تاخدش مقلب. بص يا حسن الزمالك هيكمل بالشرط ده وانا اهو وانت اهو ورهان قدام الناس دي. ماشي على اللي انت عايزه. تمام. انا والله بص انا معاك والله. انت نفسيا بتتكلم من حته جوانيه بس الزمالك فنيا انا شايفه قادر يا عم. تمام قادر جدا يا عم. والله. ما عنديش مانع. انت عندك 7 ماتشات اقل فرقه فيها معلش الكلمه. انت كل فرقه هتلعبها من دول مع احترامي شديد جدا للزمالك عندها فرقه واثنين وثلاثه. المصري عنده في بلاي ميكر 3 لعيبه. عشان كده بكلمك في حته الونش دي. انت الونش مش حسيتش بتاثيره النهارده بس 7 ماتشات الونش لو وقع منك هتضطر ترجع محمد اسماعيل لورا
عندك فراغ في نص الملعب وما تضمنش اللي قدامك. اصل بص يا اسطى احمد ربيع لما رجع عمل فرق. انا جاي لك والله. انا جاي لك يا عم، ما عنديش مشكله، عمل فرق. انت شايف طريقه ماتشات الدوري صح وفكره الهبوط، وسؤال تاني معاها، الاهلي راح فين مع جدول الدوري؟ يعني مع الدوري الغريب ده الاهلي معاه، يعني الاهلي غريب والجدول غريب والاداره غريبه والتعادل الكوره غريب. ماشي هتبدا انت ولا يبدا هو؟ عشان افرح. ابدا انت اهلاوي تبدا. طب انا نمسك نقطه ابدا الاهلي الاول. الاهلي غريب، الاهلي غريب جدا، الاهلي وحش، الاهلي وحش جدا. هو الاهلي اللي بيكسب بس، ولا انت شايف مش الاهلي الطبيعي؟ هي مشكله لا ولا لا رجع لا اللي هو بيكسب، رجع اهلي مارتن يول. لا 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 الاهلي لا مشكله. هو انت فاهم سؤالي؟ فاهم سؤالي. انا بس بتكلم في حاجه بس تانية، ان مشكله الاهلي اصلا دلوقتي انه يعني حتى الجماهير والاداره مقتنعه ان احنا عندنا موارد قليله جدا من حيث اللعيبه، من حيث مين والله مقتنع العظيم بالكلام ده؟ مقتنع. يعني اقول لك على حاجه، انا ما بشوفش صفحات غير على الاهلي تمام بتتكلم انه اولا الاهلي ناقص مهاجم. الاهلي عنده بدل مهاجم 2 او 3 مروان عثمان ومحمد شريف وكاموش تمام بالظبط 3. حلو الاهلي بيتكلم قبل الصفقات بتاعت شهر واحد اللي فاتت دي تمام ان الاهلي مفيش باك ليفت. محمد شكري اللي احنا جبناه وكان ساعتها بنقول ان محمد شكري ده احسن باك ليفت في مصر والكلام ده كله جبناه. حلو تمام بالعمري قوي حلو مفيش مشكله تمام محمد هاني واحمد عيد ماشي. وجبنا احمد عيد بالمناسبه جبته بالاسم تمام باك رايت، لعيب بيلعب في المنتخب تمام باك رايت. حلو يا جماعه، هي مشكله الاهلي اصلا عمره ما كان مشكلته اسامي، عمره ما كان مشكلته اسامي. الاهلي مشكلته الاساسيه دلوقتي انه اولا مفيش روح تمام، الاهلي من غير روح خالص. طب ليه؟ اديني سبب. انتوا الجماهير عملت ماتش اللي فات بتاع زد ده، ما هو بس هي فرقت. الاهلي الشوط الثاني واكل زد، مش واكل زد. مش الاهلي والله. تريزيجيه لعيب وحسين لا العمري خارج العمري لا لعيب لا هو لعيب حسن مش 11. مش انا بس بتكلم في لقطه، انا بس بتكلم في لقطه ثانيه. انا بتكلم في لقطه ان الاهلي عمره على مدار تاريخه ما ضخ فلوس بالطريقه دي عشان يجيب لعيبه كتيره ولعيبه اسامي ولعيبه. عمر الاهلي ما عمل كده. الاهلي كان ممكن اقل لعيبه، سيبك من فتره مانو الجوزيه، سيبك من الفتره دي، سيبك من الفتره دي. الفتره دي كان عندنا 3 اجيال ولا جيلين رمضان صبحي تمام وكنا بناخد الدوري تمام. بامبو تعالى يا باشا اجيب لك انت فتره عليك انت ناسيها. ميدو جابر، عمرو بركات، اسلام محارب، ايه الناس دي اصلا؟ احمد حمودي، ايه الناس دي اصلا؟ ايوه بس مفيش واحد من دول مثلا يقارن تمام. بس قصاد كده لا، انت تشكيلتك كانت في 2020 كانت اقوى مني بكتير ومع ذلك انا كسبت. هو الاهلي كده، الاهلي مش محتاج اسامي، الاهلي محتاج لعيبه تبقى عارفه الاهلي، تبقى عارفه جماهير الاهلي عايزه ايه. معلش يعني انا اسف من غير اي حاجه، في لعيبه يا جماعه ما بتسافرش المعسكر مع النادي. لا السيره دي انا مش عايز افتح. في ناس، في لعيبه معسكر مين ما اعرفش في لعيبه معلش انا اسف، في لعيب مثلا قصده امام عاشور يا جماعه ما بيسافرش مثلا معسكر. ده ماتش مش معسكر ولا معسكر. اسمه ايه؟ ما هو ساب يعني ما راحش معاهم تمام صح تقريبا. بعدها كان راح عمره وراح مع رامز جلال تقريبا الاثنين يعني تمام. والله قال لك الاثنين. انت اتمنى لا اتمنى والله يا عم اللي انت عايزه اللقطه دي بالله عليك. لا والله لا بص هذه انا فاكر والله زمان وانا صغير. هي الاهلي اتغير تماما عن ما كنا احنا. تعالى بقى انا اقولها لك بقى. الاهلي اتغير تماما عن ما كنا احنا عارفينه. خش حسن اقسم بالله انا اسف هقول حاجه والله اخر لقطه بس. اهلاوي يا جماعه والله شكله شايل ومعبي. لا اخر لقطه تمام. انت عمرك شفت في حياتك الاهلي بينسحب في ماتش؟ لا بس ما هو بقى ده اللي كنت هقوله. نقطه من اول السطر. بص يا باشا، انا اللي بقيت شايفه يا جماعه العقليات لفت 180 درجه. الاهلي دايما لما يركب ما ينزلش ومش عارف ايه والكلام ده، الكلام ده بقاش موجود. حتى لو كان وحش الكلام ده بقاش موجود. الاهلي ما كانش بيعلق اي شماعه، الاهلي بقى يعلق كل الشماعات اللي في الدنيا. الاهلي ما كانش بيصرف ببذخ، بقى بيصرف ببذخ. الاهلي ما كان مبادئ رقم 1 وده السلوجان بتاعي، وفجاه امام عاشور جه، خش فجاه مرعي جه. انت مجمع كل اللعيبه. انت لو شيكابالا رجع الزمن وهو بيشتم هتروح تمضيه. مفيش، مش قصدي اي حاجه. الاهلي بقى ينسحب. الاهلي بقى يمضي لعيبه بدون سبب. من الاخر كده انا قصدك الاهلي بيجيب صفقات مكيده في الزمالك؟ لا انا مش دي النقطه اللي بتكلم فيها. عقليه الزمالك نفسها عكست. يعني الزمالك بقى ايه؟ الزمالك لما كان بيلبس جون الزمالك ما بيرجعش. الزمالك كنت تستنى ماتش بتروجيت، شيكابالا هيعمل لقطه هنرجع في ماتش. الزمالك دلوقتي بقى يلبس جون، اللعيبه واثقه ان هي هتجيب بفرقه ميته، مش ميته بس يعني فرقه قليله ضعيفه. انت الاهلي دلوقتي بقى وهو بيجيب فيا جون يا جماعه، انا بقيت عارف ان انا ممكن اجيب جون في الاهلي عادي. حسن سؤال معلش في الكلمه دي، قول. انت شايف التوب 7 مثلا والتوب 8 اللي هيطلعوا اضعف سكواد فيهم الزمالك؟ اضعف سكواد؟ لا مش اضعف سكواد، مش هضعف سكواد. بص هو احسن كره كره الزمالك. انا بسالك دلوقتي سؤال معلش كلمه، انا بسالك سؤال واحد عايز ارد عليه في ثانيه.
اضعف سكواد من حيث مش كواليتي ولا اي حاجه، بس اسامي اللعيبه. لا ما هو اللعيبه عملت اسمها يا ابني. عملت يا حسن يا عم قبل البتاع ممكن عادي اضعف سكواد قبل وانت البتاع ماشي. برجوله ما هم ما بقوش كده، غيروا يا ابني الموضوع ده. هم غيروه بروحهم، دي روح فانيلا. انا والله انا اقول لك رايي بسرعه، مش روح فانيلا لا روح فانيلا الزمالك، مش روح اسم فانيلا الزمالك يا ولا اسطى. عارف امتى الزمالك الاهلي بيعملوه. لا يا عم لا يا حسن معلش كلمه بدون مقاطعه. دلوقتي الاهلي بيلعب زي ما محمد اشرف قال، انا الاهلي مفيش روح الاهلي، مفيش الفانيلا اللي هي بتاعت الدقيقه 90. احنا كنا زمان عشان كلمه الدقيقه 90 بتيجي والاهلي بيلعب 1-1 كلنا عارفين وواثقين الاهلي هيكسب. الاهلي ما بقاش فيه الكلام ده. حلو، اعكس بقى على الزمالك، انت الدقيقه تيجي 90 بتبقى عندك امل دلوقتي ان الزمالك يجيب جون يكسب. ده صح؟ بالظبط اللي بقوله. انت معايا ولا لا؟ بامانه بجد اشرف بجد العقليه الاوضاع كلها اتقلبت. الاهلي عمره كان كده، والزمالك عمره ما كان كده. هي فعلا في مصلحه الكلام ده. الاهلي اتغير تمام. الاهلي اتغير تمام بصراحه، والاهلي اتغير تمام. انا بقول لك بص نظره الحزن فين هو بيقول لها من ساعه اقول لك من ساعه ايه ايوه قول الكاميرا قول لو راجل قول عادي قول بس من امتى؟ من اول لقطه، من اول ما الاداره دي جت. مع ان الاداره دي ماشي من اول الناس هتعديها من اول الثانيه الناس ما كانتش هتعديها. لا ممكن اقولها لك تاني عادي. قولها يا عم قولها قول يا شيب قول يا شيب بالله. مش عايز طب يا جماعه نقفل بس ست الاهلي، ان احنا كنا عليه كتير مش هنخلص دلوقتي. اول حاجه ان الدوري ده احتمال ما يعملوش هبوط والسنه الجايه يخلوها مجموعتين. لا كده كتير. لا كده كتير. ده كلام، لا ده كلام بجد كده كتير والله. لا زيادة عن اللزوم. مش هيعملوها ده كلام الا لو الاسماعيلي فضل في الاخر يعني. ماليش دعوه بالقصه دي، انا راجل برشلوني وحيد. هيعملوها لو الاسماعيلي في الاخر. لا ده كده هيحصل. وقلت له السنه اللي فاتت لو تفتكر لما قعد يقول لي برضه مش هينزلوه. حلو. طب سؤال، انت رايك في الجدول العبثي ده؟ الفكره ان 7 الماتش الجاي في 6 واحد فرقه، كل فرقه هتلعب 6 من فوق، هو الدوري هيتحسب على 6 ماتشات. نفس نظام الدوري ده كان دوري السنه اللي فاتت، بس قلنا ان دي حاله سنه استثنائيه. تمام. جينا غيرنا كل المقاييس دي، غيرناها انا اسف يعني لمجرد ان في نادي معين هو كان خلاص بيهبط تمام ومش عايزينه يهبط. حلو. عندك حق. ايا كان بقى هو مين ايا كان، بس انا بتكلم يعني. ما هي دي حسابات اصلا بتاذينا والله. دي حسابات بتاذينا. انا نفسي اشوف بقى دوري بتاعنا طبيعي زي دوريات العالم. يعني معقوله معلش انا اسف يعني دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري فرنسي، دوري سعودي معقوله كل الناس دي متخلفه واحنا يعني اللي عبقره عايزين نبقى طبيعيين عادي. عايزين مثلا معلش انا عايزين نبقى ميعاد الماتشات مثلا قبل رمضان. كان مثلا ميعاد الماتشات قبل رمضان كانت امتى؟ كانت 5 والساعه 4. تمام. انا مثلا واحد اسف كده شغال تمام. ما تكرهناش في الكوره، مش ويك اند كمان ما تكرهناش. انا دلوقتي مثلا خلصت تمام، عايز اروح اتفرج على الماتش، عايز اروح احضر الماتش في الاستاد. نفس البوينت بتواجه كل الناس، ونفس المساوئ. توحشني والله بتكلم بجد. والله توحشني والله كلامك صح، بس توحشني. والجماهير ما بقتش موجوده. تمام. احنا بنتكلم في ساعه استاد مثلا بنتكلم في 150,000 ولا 100,000 اللي بيحضر منهم 3000 ولا 4000 دول هيعملوا ايه بجد والله. مش جماهير فلوجات. لا وبعدين انا لا انا انت بتعد الكوره بسرعه والنبي. انت بتعد الكوره بسرعه انا سخنت بالله عليك والحته دي لا والله ما هتنزل. انت والله العظيم. طيب سريعا جيسنج توب 4 نخش مربع الذهبي من بطل الدوري وصيف الثالث الرابع. حسن يبتدي الاول. ابدا انا ماشي. زمالك، اهلي، بيراميدز، المصري. الزمالك هياخد الدوري. خش بعدين. خش انت، انا مستنيك انت والله. اخويا الكبير والله ما هينفع اتفضل. زمالك ما اقدرش ما اقولهاش يا جماعه. مش والله ما في الملعب زمالك، والله في الملعب زمالك. انا بقول لك من وجهه نظري دلوقتي زمالك، بيراميدز، اهلي، سيراميكا هيفضل ماسك فيها مش هيسكت. اهلي ثالث. طب سؤال، يعني الاهلي هيلعب كونفدراليه السنه الجايه؟ انا اتمنى والله. انت ايه نفسي اشوفك فيها. تبقى كرويا العاطفه انا عارفه تغلب، بس نتكلم كوره لحد دلوقتي لحد وضعنا هذا. احنا عايزين كلام منطق. طيب اهلي، بيراميدز، الزمالك. الرابع مين؟ ايا كان مين. نتقابل اخر الدوري. ربنا ورتنا عم اشرف والله توحشني بالله عليك والله العظيم توحشني. فولو لايك وادعوا لمحمد اشرف محمد اشرف قادر يفتكروه في الفجر.